السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه التنظيف هذا النوع ديال البوطات، الطريقه الصحيحه في التنظيف الا كانت عندكم هذه البوطات ديال لاندكسيون ولا ديال لافيترو سيراميك. وكذلك غادي نوريكم كيفاش ديروا تزولوا البقعه ديال الحليب الا فاض لكم على هذا النوع ديال البوطات. غادي نوريكم الطريقه الصحيحه ديال التنظيف، لحقاش راه الطريقه ديال التنظيف هذه البوطات تختلف تماما على جميع الطرق اللي كنا تنعرفوها في البوطات القديمه او البوطات التقليديه. فبقاو معايا لنهايه الفيديو، فيه بزاف ديال النصائح اللي من اللازم انكم تعرفوها. فاول حاجه غادي نبدا بها او غادي نوريكم، الا كان عندكم هاد البقع هادي او البوطه كانوا فيها دي طاش بحال هاد لي طاش كما تتشوفوا معايا، هاد لي طاش البيض اللي تتشوفوا هنايا. اول حاجه غادي تنستخدم هاد لو برودوي ديال سيف. انا راني وريته لكم في بزاف ديال الفيديوهات. هاد البرودوي هذا تيكون على شكل كريم، تنضيفوا واحد شويه وتنزيدوا ليه واحد شويه ديال الماء، وتنسرحوا هاد البرودوي هذا على البلاصه اللي فيها البقع، وتنخليوه واحد 5 حتى ل10 دقائق. وواحد المساله من المهم انكم ديروها ملي تبغيو تنظفوا هاد البوطات هادو يا البنات. راه كاين سيستيم اولا النظام ديال الفيغوياج ديال القفل، ديروا هاد النظام هذا باش ما تمشيوش تشعلوا البوطه بالغلط ولا شي حاجه. لتفادي هذا المشكل يستحسن انكم ديروا سيستيم ديال الفيغوياج. من بعد ما دازت واحد 10 دقائق غادي نستعمل هاد الكغاطوار اللي تتشوفوا. هاد الكغاطوار هذا يا البنات راه خصيصا لهذا النوع ديال البوطات، وكما تتشوفوا معايا هنايا كما تنوريكم راه تنخدموا به بهذه الطريقه هذه غير بشويه وبهذا الشكل هذا. ما خاصناش نوقفوه ونبداو نغطيو ونبداو نحكو، نو بهذه الطريقه هذه راه غادي نخرجوا على البوطه ديالنا. خاصنا نحكو يا البنات بهذه الطريقه اللي تتشوفوا معايا، تيكون يعني تنميلوه واحد شويه كما تتشوفوا، وتنبداو نغطيو غير شويه بشويه حتى تزول ديك البقع. راه هذه البنات هي الطريقه باش تنظفوا هذا النوع ديال البوطات. انا هاد البوطه هذه اللي تنظف دابا فيها معكم اللي تنوريكم، هذه راها فيترو سيراميك. انا في الاول اللي كانت عندي لاندكسيون ولكن بدلتها. البوطه ديال لاندكسيون راه خدمت بها تقريبا شي 5 سنين ولا 6 سنين وانا تنخدم بها، ولكن راني بدلتها لهاد البوطه هذه يلا شي 3 شهور ولا 4 شهور باش وليت نستخدم هاد البوطه. راه البنات اللي تيشوفوا الفيديوهات السابقه ديالي غادي يشوفوا ان البوطه اللي كانت عندي راه كانت شكل ثاني ماشي هادي. المهم غادي نكمل لكم التنظيف، غادي نكملوا الهضره على التنظيف ديالنا. فمن بعد ما درت الكغاطوار ونظفت دوك البقع، تندوز واحد الشيفون اللي تيكون فازك واحد شويه، تنمسحو داك البرودوي اللي درنا في الاول ديال السيف. وغادي ندوز باش ندير ليها هاد لاجيل هادي، هاد الحجره ديال الطين. هاد الحجره هادي يا البنات راني تكلمت لكم عليها في فيديوهات ثانيه، ووريتكم المنتوجات اللي كتستعملوا الا كان عندكم هاد النوع ديال البوطات. راني غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف باش ما ندخلش بزاف في مواضيع ثانيه، في مواضيع ديال المواد ديال التنظيف، ونخرجوا على الموضوع الاصلي. فهاد الحجره هذه ديال لارجيل راها بحال الشكل ديال بحال تنديرو ماسك للبوطه. زوين بزاف هاد لارجيل هذا اولا هاد الطين. تنبداو نفزقو ديك البونجا اللي تتجي معاه، هو راه تتجي معاه واحد البونجا، تنفزقوها وتنبداو ناخدو واحد شويه ديال الطين وتندهنوه على وجه ديال السطح ديال البوطه اولا الوجه ديال البوطه. يعني راه بحال تنديرو ليها شي ماسك ديال الوجه نفس الطريقه تماما. فصافي غادي ندهنها مزيان بهاد لارجيل، وتنخليو هاد لارجيل حتى تينشف. راه ما تياخدش وقت طويل، راه واحد 5 حتى ل10 دقائق هكاك وتينشف صافي. ومن بعد غادي نزولوه. واحد المساله دابا اللي غادي نهضر لكم عليها اولا اللي غادي نذكر لكم، هاد المواد هادي ديال التنظيف يا البنات، سواء هاد لو برودوي ديال لا فيسيل ولا ديك البونجا ديال غسيل الماعن، سواء هاد البونجا اولا البونجا ديال الجيكس اولا البونجا اللي تتكون خضراء تتكون حرشه، ما تنستعملوش نهائيا هادشي هذا في هاد النوع د البوطات. هاد النوع د البوطات ما تيتنظفوش بدوك الوسائل ديال الماعن اولا بالبونجات ديال الماعن اولا بالبرودوي ديال الماعن. ما تنظفوهمش نهائيا يا البنات بهذا الشيء. هاد المواد هذه اللي وريتكم اولا هاد لي برودوي اللي استعملت راه هما اللي تنظفوا بهم هاد النوع د البوطات. وكذلك لي طاش راه تنحيدوهم بالكراطوار اللي وريتكم. فمن بعد ما دازت واحد 5 دقائق اولا 10 دقائق هكاك، اولا من بعد ما نشف ليا، من بعد ما نشف داك لاغجيل، تناخد واحد لو شيفون اللي تيكون فازك
وتنبداو نحيدو داك الطبقه ديال الطلاغجيل. يعني راه بحال ملي تنديرو شي ماسك وتنزولوه بنفس الشكل تماما، غير هنايا تنديرو الماسك للبوطه. هاد لاغجيل هذا تيحافظ بزاف على هاد النوع د البوطات، وتيطول في العمر الافتراضي ديالهم، تيخليوهم بحال راهم جداد يلاه شريتوهم. غير هو قبل ما تنستعملوه الا كانوا ديطاش ولا لا كانوا شي حاجه في البوطه، راه خاصنا تنحيدوهم، عاد من بعد تنديروا هاد لاغجيل هذا. من بعد ما حيدت الطبقه ديال لاغجيل، غادي نبقى نظف البوطه ديالي. وواحد الحاجه ما تنساوش الجوانب اولا هاد الخويات هادو بالنسبه للبوطات اللي تيكونوا انكاستري، راه تتكون هاد الخويات بحال هكا. هاد الخويات اللي تتشوفوا راه هي تتكون واحد ليبونج، راه تتكون واحد البونجا تيحطوها قبل ما تيحطوا هاد البوطات باش حتى شي حاجه ما تدوز البوطه لداخل. مي هادشي ما تيمنعش اننا خاصنا مره نبقاو نظفوا هاد القنيتات هادو كما تنوريكم دابا معايا في الفيديو. انا راه دائما تندير هاد الطريقه وتنستعمل هاد الطريقه. راه ما خصناش ننساوهم، هاد القنيتات هادو ما خصناش ننساوهم باش ما تكونش فيهم شي حاجه، ولا تكون فيهم تجمع لنا فيهم لي برودوي، ولا عفوا تجمعوا لنا فيهم الفراتات ولا اي حاجه ديال الطياب. ضروري ما مره حتى هما خصنا ندوزو عليهم. فتنستمر بهذه الطريقه هذه وتنستمر بهذا الشكل هذا، تنبدا نظف في القنيتات شويه بشويه. وتقريبا راه البوطه ديالي راها تنظفات. تحيدوا من هذوك لي طاش اللي كانوا فيها. هاد النوع ديال البوطات ديال البنات راه تيكون فيهم لي طاش مره، مي راه سي تو طافي نورمال، هادشي راه طبيعي جدا. غير هما ملي تيكونوا لي طاش بزاف تنستعملوا الكراطوار. ولكن راه الا ما كانش فيهم دي طاش اولا ما كان فيهم حتى شي حاجه، راه تنستعمل هاد البرودوي اللي وريتكم، سواء هاد بانغ هذا اولا هاد البرودوي هاد الرشاش ديال سيف. انا غادي نستعملو حتى هو. من بعد ما نظفت البوطه وغسلتها ونظفتها ودرت لها لاغجيل ودرت كل شيء، راه تنرشها بهذا البرودوي هذا ديال سيف. يعني تتكون بحال واحد المرحله اخيره في التنظيف. تنرشها ميم با 2 مينوت وصافي، تنبدا نمسح في البوطه ديالتي. وبهذا الشكل تتولي غزاله تتشعل بحال راها جديده، بحال يلاه ركبتها اول مره. هذا النوع ديال البوطات هو كل ما زوين، غير التنظيف ديالو شي شويه خاص، ماشي بحال البوطات العاديه اللي تنعرفوا، البوطات ديال الغاز اولا الطريقه ديال التنظيف ديال البوطات ديال الغاز اللي كنا متعودين عليهم. نو، هاد البوطات هادو التنظيف ديالهم شي شويه خاص وبطريقه خاصه كما وريتكم معايا في الفيديو. وها نتوما دابا شوفوا معايا تبارك الله وصل عندي من بعد ما نظفتها. راكم شفتوا لي طاش اللي كانوا، وشوفوا دابا كي ولات راها تتشعل ما شاء الله. وغادي نشارك معكم واحد المعلومه ثانيه بالنسبه لهذا لاغجيل هذا. قبل ما تنسدو لابواط اولا نردو ديك البونجا في الباطا ونسدوها، خليوها حتى تنشف ديك البونجا وتنشف داك الطين، عاد سدو عليها. يستحسن ديروها الطريقه هذه. ودابا غادي نوريكم الطريقه ديال التنظيف الى فاض لكم الحليب على البوطه. كما تتشوفوا معايا هنايا، هذا هنا راه فاض لي عليها الحليب. راه تنديروا نفس الطريقه يا البنات. غادي نستعملوا لو برودوي ديال سيف، هذا البرودوي اللي تيكون كريمي. ماشي شرط سيف، راه كاينين بزاف ديال البرودويات اللي تيديروا نفس العمل. انا غير تنوريكم البرودويات اللي انا تنستعمل. كاين سيف وكاين مواد ثانيه، برودويات ثانيه، تختاروا اللي تيناسبكم. فتنديروا واحد شويه البرودوي، تنضيفوا ليه الماء وتنخليوه واحد 15 10 دقائق هكاك. عاد من بعد تنبداو نكراطيو في داك الحليب، وتتحسوا انه داك الحليب اولا داك الحليب اللي فاض تيزول وتيتحيد بواحد السهوله كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. فمن بعد ما دازت واحد ربع ساعة هكاك، غادي نبدا نزول، غادي نبدا نكرط في داك الحليب. شوفوا معايا كي كيزول. تنستمر بهذا الشكل هذا حتى تيزول بصفة نهائية. هذه هي الطريقة يا البنات باش تنظفوا هاد البوطات. قلتها في الاول ديال الفيديو في الوسط ديالو، وغادي نعاود نذكر بها ما فيها بس. هاد البوطات يا البنات سوا فيترو سيراميك ولا اندكسيون تيتنظفوا غير بالكراطوار. ما تستعملوش نهائيا البونجات ديال التنظيف، سواء الجيكس سواء ديك البونجا الخضراء اولا البونجا الماعن، غادي تخرجوا على البوطات ديالكم الا درتوا هذا الشيء هذا. فانا هنايا راه غادي نشارك معكم واحد الحاجه.
انا هنايا راه بعجاله وريتكم كيفاش تنزولوا البقعه ديال الحليب. راه كيما الطريقه ديال التنظيف اللي وريتكم في الاول في البدايه ديال الفيديو، نفس الطريقه تنظفوا، نفس الحاجه اللي تنديروا. هاد البلاصه هذه اللي تنوريكم اولا هاد لي غيور اللي تتشوفوا اللي دايره عليهم دائره حمراء، انا هنايا واحد المره عطيت للزوج ديالي ينظف، هو اللي كرط دوك كان عندي ديطاج عطيته هو اللي كرط بالكراطوار، ولكن كان تيكراطي بواحد الطريقه اللي هي خاطئه، ماشي كما وريتكم في الفيديو. كان تيكراطي موقف الكراطوار وتيبدا يكراطي في داك لي طاش باش دغيا يزولو، كان زربان. وشوفوا لي غيور اللي دار ليا. فكما تتشوفوا واخا انا يعني تنتبه لهذا الموضوع وتنستعمل دائما الكراطوار، راه حتى هو الا ما استعملتوش بالطريقه الصحيحه كما وريتكم راه ممكن تخرجوا على البوطه ديالكم. وهاد لي غيور هادو الا استعملتو البونجات او الجيكسات ديال الماعن حتى هي تتادي لنفس النتيجه. فراه خصكم تستعملوا الكراطوار ولكن تستخدموه بالطريقه الصحيحه، وتيفيتيو اولا ما تستخدموش نهائيا دوك البونجات ديال غسيل الماعن. كما تتشوفوا معايا هنايا غادي نعاود نوريكم المقاطع اللي كانوا لي طاش باينين وباينين بزاف، وكذلك غادي نوريكم ملي كنفض الحليب عليها، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها من بعد ما نظفتها بالطريقه الصحيحه وبالمواد الصحيحه. قلت لكم هذه الهضره وغادي نعاودها وغادي ناكد عليها وصدعتكم بها. البونجات ديال غسيل الماعن، سواء ديك البونجه الخضراء ولا دوك البونجات الحرشين اولا اللي ماشي حرشين، اي بونجات ديال الماعن ما تنستعملوهمش نهائيا في هذا النوع ديال لي بلاك دو كويسون. غادي يخرجوا لكم على لي بلاك ديالكم ولا على البطاط ديالكم على المدى البعيد. فانا تنقول هذا الشيء هذا بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش، وشاركت معكم هذه المعلومات بحكم انه عندي واحد الخبره كبيره في هذا النوع ديال لي بلاك دو كويسون. استعملت ديال الغاز، استعملت ديال الفيترو سيراميك، عاودت استعملت ديال لاندكسيون، وعاودت رجعت للفيترو سيراميك. فعندي واحد الخبره كبيره بزاف في هذا النوع هذا ديال البوطات. وكذلك راه غادي ندير لكم ان شاء الله واحد الفيديو خاص على كل واغلب انواع البوطات اللي كاينين في السوق. غادي نقول لكم المميزات ديال كل وحده والعيوب ديالها. فان شاء الله راه غادي ندير لكم فيديو خاص على هذا الشيء هذا. عندكم اي سؤال، اي حاجه بغيتو تعرفوها، خليوها لي في التعاليق وغادي نحاول نجاوبكم عليها ان شاء الله. هذا ما يخص الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ونتمنى نكون فدتكم. شكرا على المشاهده والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.